بص قولي كده كم مرة حسيت ان جواك كلام كتير بس لما جيت تتكلم صوتك طلع ضعيف؟ كم مرة كنت مقتنع بحاجة جدا بس اول ما حد سألك عنها لقيت نفسك متردد؟ كم مرة عملت حاجة حلوة بس بدل ما تحس بالفخر قلت لنفسك لا عادي اي حد ممكن يعمل ده؟ فاهم الاحساس ده؟ الاحساس انك مش واثق في نفسك كفاية. بصراحة احنا بنتعامل مع الثقة كأنها حاجة اما عندك أو مش عندك، حاجة لو فقدتها يبقى خلاص راحت للأبد، بس ده مش حقيقي. الثقة مش حاجة ثابتة، مش حاجة بتتولد بيها أو بنخسرها فجأة. الثقة فعل وقرار، حاجة بتبنيها كل يوم حتى لو جواك شك. النهاردة مش هقولك نصايح نظرية ولا كلام منمق، هنتكلم بجد، هنتكلم زي ما بنتكلم مع نفسنا في المراية عن ازاي نخرج من دايرة الشك وتبدأ تبني ثقتك بنفسك بأسلوب بسيط وواقعي زي وزيك كده. يلا بينا. هل أنا قليل الثقة في نفسي؟ بص خليني أسألك شوية أسئلة. عمرك حسيت إنك مش كفاية؟ بتستنى حد يقولك برافو عليك علشان تحس إنك عملت حاجة كويسة؟ لما تحقق حاجة بتقلل منها وتقول عادي، ما هي مش حاجة كبيرة يعني؟ بتتردد قبل أي خطوة جديدة وتفضل تسأل نفسك طب لو فشلت، لو ما طلعتش قدها، لو أي حاجة من دي حصلت لك، فأحب أقولك أنت طبيعي جدا. كلنا في أوقات بنحس كده، حتى الناس اللي ظاهرين واثقين في نفسهم عندهم لحظات ضعف وشك. الفرق الوحيد إن هم بيتعاملوا مع الإحساس ده بدل ما يسيبوه يوقفهم. زمان كنت فاكر إن الثقة دي حاجة يا عندك يا مش عندك، لكن مع الوقت اكتشفت إن ده مش حقيقي. الثقة مش حالة ثابتة، مش حاجة لو فقدتها مش هترجع تاني، ولا حاجة لو عندك النهاردة يبقى هتفضل معاك للأبد. لا، كل الناجحين اللي تعرفهم في لحظة ما شكوا في نفسهم، خافوا، فكروا يتراجعوا، لكن الفرق ان هم قرروا يتحركوا رغم الشك ده. وده اهم درس ممكن تاخده معاك النهاردة. الثقة مش شعور، الثقة فعل. يعني ما تنساش تحس بالثقة علشان ابدأ والثقة هتيجي بعدين. ساعات المشكلة مش إننا قليلين الثقة، المشكلة إننا تعودنا نقلل من نفسنا بدون ما نحس. ليه؟ علشان وإحنا صغيرين اتعودنا إن لازم حد يقول لنا برافو علشان نحس إننا ناجحين، إن غلطتنا هي اللي بتبان مش نجاحاتنا، إن لازم نكون أحسن من غيرنا علشان نحس إننا كويسين. والمصيبة إن الجمل دي مع الوقت بتتحول لصوت جوه دماغنا ونفضل نكررها لنفسنا حتى لو محدش بيقولها لنا. علشان كده كان لازم نكسر الدايرة دي ونبدأ نغير الطريقة اللي احنا بنتكلم بيها مع نفسنا. وأول خطوة هتكون إنك أنت تصدق نفسك. أول خطوة في بناء الثقة إنك تبدأ تصدق نفسك بنفسك، مش تستنى حد يديك تصريح إنك تستاهل النجاح. ما تستناش تكون جاهز 100% علشان ابدأ وانت خايف. لما حد يقولك كلمة حلوة خدها بقلبك، ما تقللش منها. جرب حاجة جديدة حتى لو دماغك بتقولك لا مش هتعرف. خد بالك من الناس اللي بتقعد تقلل منك، ما تديش لكلامهم أكبر من حجمه. الثقة مش إنك تكون متأكد طول الوقت إنك يعني الحد الجامد واللي هتعمل كل حاجة في أي وقت. الثقة إنك تكمل رغم الشك والخوف اللي جواك ده. في النهاية كلنا عندنا لحظات ضعف، كلنا بنحس بعدم الأمان، بس الفرق ما بين شخص واثق في نفسه وشخص تاني مش واثق في نفسه هو القرار اللي بياخده. القرار إنك تتحرك رغم الخوف، القرار إنك تصدق نفسك حتى لو محدش شايف اللي جواك، القرار إنك كل يوم تاخد خطوة صغيرة، مش علشان تثبت للناس، مش علشان تثبت للناس حاجة، علشان نفسك. والمرة الجاية لما الصوت الداخلي ده يقولك انت مش كفاية، رد عليه وقوله بس كده، سلام.